في سؤال بيتكرر معايا كتير ان حملات جوجل بتصرف مبالغ كبيرة والناس بتضغط على الاعلان لكن مفيش عملاء كتير. واول حاجة بتيجي في دماغ صاحب البيزنس ساعتها ان في مشكلة في الحملات او اعلانات جوجل مش بتشتغل معاها بشكل كويس. لكن خلينا افاجئك واقول لك على حاجة ممكن تحس انها غريبة شوية. في معظم الحالات المشكلة ما بتكونش في اعلانات جوجل، لان اعلانات جوجل وظيفتها الاساسية حاجة بسيطة جدا، انها تجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب وبعد كده يضغط على الاعلان بتاعك. وبعد كده يجي مراحل كتير، لو في مرحلة واحدة من المراحل دي فيها مشكلة ممكن العميل يضيع منك حتى لو الاعلان شغال بشكل كويس جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا هاني دراج متخصص في اعلانات جوجل وبساعد اصحاب البيزنس ان هم يكبروا البيزنس بتاعهم عن طريق اعلانات جوجل. وفي فيديو النهارده هنتفرج على رحلة العميل من اول ما يضغط على الاعلان بتاعك لغايه لما يتحول لعميل فعلي وينفذ معاك شغل. والاهم من كده هتقدر تعرف العميل بتاعك بيضيع او بيقع منك في انهي مرحله، وازاي تحدد المشكله دي وتعالج اسبابها بدل ما تفضل تغير في الحمله بدون سبب. بس خليني اسالك سؤال في الاول، لو انت عندك محل في ارض الواقع يعني، ودخل عندك 10 زباين، ال10 زباين دول مفيش ولا واحد فيهم اشترى، هل المنطقي ان انت تغير المحل بتاعك ده او تغير النشاط بتاعك او تروح تأجر محل في مكان تاني؟ الاجابه اكيد لا. هتبدا تسال الاسئله المنطقيه، هل البضاعه متوفره؟ هل الاسعار مناسبه؟ هل هل الموظفين اللي عندي بيتعاملوا مع العملاء اللي بيدخلوا او الزبائن اللي بيدخلوا بشكل سليم؟ فكده انت بتاخد خطوات منطقيه عشان تعرف المشكله فين. لكن الموضوع لما بيكون في اعلانات جوجل، وانا بنفسي بشوف الموضوع ده كل يوم، تلاقي التليفونات اشتغلت والايميلات اشتغلت والرسائل والواتساب، ما تشوف لنا كده الاعلانات مش شغاله ليه؟ المبيعات قلت النهارده. ولو صاحب البيزنس عنده ميديا بار يبدا يشتكي منه، ولو بيشتغل مع ايجنسي يبدا يتصل بيهم ويقول لهم الدنيا واقعه، الاعلانات بتاعتكم مش شغاله، والموضوع بيكبر. مع ان في الواقع ممكن تلاقي ان الاعلان فعلا شغال بشكل كويس وعمل دوره، ان هو جاب لك الشخص المناسب خلاه يضغط على الاعلان، لكن المشكله في المراحل اللي بعد ما العميل ضغط على الاعلان. النقطه اللي بعد كده هنتكلم على رحله العميل، وخلينا نفهمها بمثال مع بعض. خلينا ناخد المثال بتاعنا، بما اننا في ايام حر، نفترض ان في واحد قاعد في بيته والتكييف عنده حصل فيه مشكله وانت الشركه بتاعتك بتقدم خدمات صيانه التكييفات. فاللي بيحصل من اول الشخص ده لما يبقى عنده مشكله لغايه لما يتواصل معاك وبعد كده تنفذ له شغله ويدفع لك فلوس، دي كده اسمها رحله العميل. وفي فيديو النهارده هنتعرف على رحله العميل كده خطوه بخطوه، وهتقدر بالظبط تحدد العميل بتاعك بيقع منك فين بالظبط، وتحدد اسباب المشكله وتبدا تعالجها. المرحله الاولى معانا هي الوصول للعميل المناسب. وفي سؤال بيطرح نفسه هنا، هل اعلانات جوجل تقدر تخلي اي شخص يشتري منك؟ فالاجابه ببساطه لا. اعلانات جوجل مش بتقدر تخلق احتياج عند العميل عكس السوشيال ميديا. انت ممكن تكون قاعد على السوشيال ميديا وبتسكرول بتتسلى كده، فيظهر لك اعلان، يظهر لك فيديو، يظهر لك صوره يكلمك عن حاجه معينه، فتحس ان الحاجه دي فعلا انت كنت محتاجها او كانت ناقصه في حياتك. على عكس اعلانات جوجل، اعلانات جوجل مش بتخلق احتياج عند العميل زي ما قلنا، هي بتجيب لك العميل اللي هو بالفعل عنده احتياج، عنده مشكله وبيدور لها على حل. وخلينا نكمل في المثال اللي قلنا عليه، اللي هو الشخص اللي عنده تكييف شغال في البيت. في الحاله الاولى هنفترض ان التكييف شغال، وبعد كده الاعلان بتاعك ظهر له، سواء ظهر على السوشيال ميديا او هو بيدور في اي مكان، والاعلان بتاعك ظهر له ان انت شركه صيانه تكييفات. التكييف عنده شغال والامور تمام، فهو خلاص ما عندوش اي مشكله في التكييف، فخلاص عمره اصلا ما هيتفاعل ولا الاعلان بتاعك هيلفت نظر. خلينا بقى مع نفس الشخص، قام تاني يوم لقى التكييف عطلان. في الحاله دي هو اصبح عنده احتياج، عنده مشكله بيدور لها على حل، فيبدا يروح على جوجل يبحث على حل المشكله بتاعته. يبقى اول محطه كده اتفقنا عليها ان اعلانات جوجل مش بتخلق احتياج، اعلانات جوجل بتجيب لك الشخص اللي عنده احتياج فعلي وعايز حل المشكله بتاعته. المرحله الثانيه او المحطه الثانيه هي نيه البحث، وخلينا نكمل برضو مع نفس العميل اللي هو عنده المشكله بتاع التكييف. هل المنطقي ان الشخص ده هيدخل على جوجل ويكتب ايه هو افضل نوع تكييف؟ لو حد بحث عن العباره دي في جوجل، ده معناه ان هو لسه بيدور على معلومات، لسه بيدور على احسن تكييف يشتريه، فهو ما عندوش المشكله اللي انت اصلا بتقدم الحل ده ليها. لكن نفس الشخص ده لو دخل على جوجل وكتب مركز صيانه تكييف قريب مني، او رقم مركز صيانه تكييف LG، فنيه البحث في الحاله دي كده لا، ان ده شخص عنده مشكله انه عايز التكييف بتاعه يتصلح. لو انت بتقدم الخدمه دي والاعلان بتاعك ظهر له في الوقت ده، ففي فرصه كبيره قوي ان هو يضغط على الاعلان بتاعك، لان نيه البحث بتاعته واضحه وبتطابق نوعيه الخدمه اللي انت بتقدمها. فخلونا كده نشوف مثال سريعا كده. لو احنا فتحنا هنا كده عبارات البحث، الحمله كده شغاله، فعبارات البحث اللي مكتوبه هنا كده صيانه غساله سامسونج، صيانه ثلاجات LG، رقم شركة وايت ويل للثلاجات وهكذا. فدي كده لو انا بقدم صيانة غسالات البراندات دي، فدي كده عبارات البحث ديت مناسبة جدا، والنية بتاعتها مناسبة للاعلان بتاعي. ففي احتمالية كبيرة قوي ان الناس اللي يظهر لها اللي بتكتب الكلمات دي والاعلان بتاعي يظهر لها، ففي احتمالية كبيرة ان هو يضغط على الاعلان ده. وعلى النقيض برضو في كلمات بحث لو ظهرت عندي، المفروض ان انا مخليش الاعلان بتاعي يظهر على كلمات البحث دي. على سبيل المثال انا دلوقتي بقدم خدمات صيانة، انا مش بقدم خدمات بيع، فزي ما انتم شايفين الكلمات دي كده كانت ظاهره كعبارات بحث، فانا ضفتها في الكلمات السلبيه. حاجه مثلا زي ابعاد غساله الاطباق، ده كده حد بيسال على معلومه.
ارقام خدمه عملاء وايت ويل، وانا مثلا مش بتعامل مع البراند ده او مش بقدم خدمه صيانه للبراند ده. خلينا ننزل تحت كده شويه. الخط الساخن، انا مش الخط الساخن. اسعار، اشكال، الاسكندريه لو انا مثلا مش بشتغل او مش بغطي المنطقه ديت، مش بقدم الخدمه فيها هناك يعني. فالمفروض عبارات البحث دي ان انا لو ظاهر عندي عبارات البحث ديت، المفروض انا اخليها كلمات سلبيه عشان اخلي الاعلانات بتاعتي اقرب للكلمات او عبارات البحث اللي انا فعلا بقدم فيها الخدمه دي. المرحله الثالثه او النقطه الثالثه هي الكلمات المفتاحيه، ودي ليها فيديو مفصل هسيبه في الصندوق بتاع الوصف تقدر تفهم كل التفاصيل عنها، لكن هنتكلم عنها هنا كده في الفيديو ده كده باختصار. الكلمات المفتاحيه ديت يعني الكلمات اللي انت بتختارها وانت بتعمل الحمله الاعلانيه بتاعتك وبتقول لجوجل الكلمات دي انا عايز الاعلان بتاعي يظهر على الكلمات دي. فخلينا نشوف مثال لكلمات انت بتختارها تكون مش مناسبه قوي. نفترض ان انت بتقدم صيانه غسالات لبراند سامسونج، فلو جيت قلت انا عايز استهدف ناس كتير قوي عشان الناس اللي مهتمه بالغسالات، فخليني ان انا اطلع الاعلان بتاعي على كلمه غساله سامسونج. ففي الحاله دي هيجي لك الناس اللي عايزه معلومات عن الغساله، هيجي لك الناس اللي عايزه صور الغساله، هيجي لك ناس اللي هي عايزه تشتري الغساله، او الناس اللي بتقارن بين غساله سامسونج وبين غسالات تانية. فطبعا انت اصلا ما عندكش خدمه بيع، انت بس عندك خدمه صيانه. فلو انت متخيل ان انت وسعت السوق بتاعك وعايز تظهر قدام كل الناس، فده معناه ان انت هتصرف فلوس على عملاء مش مستهدفين بالمره. لكن الصح في المثال بتاع الغساله ده ان انت تقول عايز الاعلان بتاعي يظهر على كلمه صيانه غساله سامسونج، او رقم مركز صيانه غسالات سامسونج، وهكذا. خلونا برضو نشوف مثال. المجموعه الاعلانيه اللي احنا هنتفرج عليها هنا المفروض انها بتستهدف كلمات صيانه ثلاجات سامسونج. فنلاقي الكلمات اللي انا مختار ان الاعلان بتاعي يظهر عليها: رقم صيانة ثلاجات سامسونج، رقم صيانة سامسونج ثلاجات، صيانة سامسونج ثلاجات، وهكذا. هتلاقي كل الكلمات بتدور حوالين نفس الموضوع ده اللي هو صيانة ثلاجات سامسونج. ففي الحالة دي الناس اللي هتضغط على الإعلان بتاعي هيكونوا بيكتبوا الكلمات دي أو كلمات قريبة ليها، فهيكونوا في احتمالية كبيرة إن هم يكونوا فعلا عملاء ينفذوا معايا شغل. لو أنت عملت الخطوات اللي احنا قلنا عليها، إن أنت تختار كلمات بحثية فعلا بتوصف الخدمة بتاعتك، وتعمل استبعاد لعبارات البحث اللي تكون بعيد عن الخدمة اللي انت بتقدمها، وكمان لو انت كتبت الاعلان بصيغة كويسة بحيث ان انت تظهر للعميل المميزات اللي عندك، وبعدين الكلمات اللي انت تكون كاتبها في الاعلان تكون برضو شبه الكلمات اللي العميل بيكتبها في البحث بتاعه. لو جينا نشوف مثال هنا كده هنبص هنلاقي الاعلان ده ان قوة الاعلان ممتازة، يعني الاعلان ده اتكتب بصيغة كويسة جدا، فبيكون في احتمالية كبيرة قوي ان هو يظهر على الكلمات البحثية اللي انت بتستهدفها، وفي احتمالية كمان كبيرة ان العميل يضغط على الاعلان ده ويتفاعل معاه. طيب العميل كتب عبارة البحث عشان يدور على حل للمشكلة بتاعته، والاعلان بتاعك بما انه بيحل المشكلة بتاعت العميل ده فغالبا هو يضغط على الاعلان. هل كده ضمنت ان اللي ضغط على الاعلان ده هيتحول لعميل فعلي وينفذ معاك ويدفع لك فلوس؟ فالاجابة لا. الاعلان عمل شغله وخلى العميل ده يضغط على الاعلان ويوصل لصفحة الهبوط، لكن البيع الفعلي بيتم فعلا على الصفحة ديت في حالة ان انت بتبيع منتج، يعني انت عندك متجر او اي كوميرس يعني، وعندك منتجات الناس بتدخل تشتريها من الصفحة دي، او انت تكون بتقدم خدمة وصفحة الهبوط ديت يكون فيها بيانات التواصل، فالعميل ده بيتواصل معاك ان هو بيتصل بيك او يبعت لك رسالة واتساب او يملى نموذج تواصل، وانت بعد كده تتواصل معاه عشان تعرض عليه الخدمات وتقفل معاه الشغل. فلو في مشكله في صفحه الهبوط دي كده الاعلان خلاص بريء من الموضوع ده، لان زي ما قلنا الوظيفه بتاعت الاعلان هو ان هو يجيب لك عميل مستهدف يخليه يضغط على الاعلان ويدخل على صفحه الهبوط. على سبيل المثال لو الاعلان بتاعك بيتكلم عن صيانه غسالات، ما ينفعش ان انت تخلي صفحه الهبوط بتاعتك هي الصفحه الرئيسيه اللي بتتكلم عن الشركه بتاعتك بشكل عام. بنسبه كبيره العميل هيقفل الصفحه ويمشي. ليه؟ لان هو عنده توقعات لما ضغط على الاعلان انا بدور على خدمه صيانه غسالات او خدمه صيانه تكييف، وبعد كده دخلت متوقع ان انا الاقي بيانات تواصل، حد بيتكلم عن خدمه صيانه التكييف، الخبره بتاعتهم، طريقه حجز الخدمه، لكن اجي ابص الاقي انت محولني على الصفحه الرئيسيه اللي هي بتتكلم على الصيانه بشكل عام او بتتكلم عن الشركه وتاريخها وهكذا. بنسبه كبيره ان انا هقفل الاعلان واخرج. ففي الحاله دي انا كده خسرت عميل دفعت عليه فلوس وهو كان عميل مستهدف وممكن ينفذ معايا، لكن هو راح على صفحه ما فيهاش التوقعات اللي كانت عند العميل ده لما ضغط على الاعلان بتاعك، فغالبا بيقفل الصفحه وبيخرج. فكده انت خسرت عميل دفعت عليه فلوس وكمان خسرته وما اتعاملتش معاه. فخلينا ناخد نموذج كده. الكلام اللي انا هقوله ده كده افتراض، نفترض ان حد لقى اعلان مكتوب عليه صيانه غسالات او صيانه ثلاجات، وبعد كده دخل على موقع زي ده كده. الموقع ده مش بتاعي، وانا طبعا ما اقصدش حاجه باصحاب الموقع دول، لو شافوا الاعلان ما حدش يعني يزعل. انا داخل كتبت في الاعلان، انا كعميل كتبت صيانه غسالات او صيانه ثلاجات. دخلت هنا لقيت الاعلان موديني على الصفحه الرئيسيه. طب انا هعمل ايه بالصفحه الرئيسيه؟
بيتكلم هنا كده على الخبره بتاعتهم، بيتكلم هنا اطلب الصيانه، ماشي. هو هنا في زرار تواصل او في طريقه تواصل، بس انت هنا كده بتتكلم عن صيانه اجهزه منزليه بشكل عام. لكن لو جينا ندوس مثلا على خدماتنا دي، لو نزلنا تحت هنا كده هنلاقي برضو بيشرح الخدمات بتتم ازاي. مثلا هنا كده، لو هنا كده ايه، انا بدور على صيانه تكييفات، فالاولى ان الاعلان يودي اصلا على صيانه تكييفات، فدي تبقى صفحه الهبوط اللي انت هتستخدمها، لكن ما تستخدمش الصفحه العامه. لو العميل دخل كتب صيانه تكييفات ودخل لقى نفسه في صفحه صيانه التكييفات، بنسبه كبيره قوي هيتواصل معاك وان شاء الله ينفذ الشغل. ملخص الجزء ده تاني، الحاجات اللي العميل بيقراها في الاعلان تكون مرتبطه بالبحث اللي هو بيدور عليه، ولما يدخل لصفحه الهبوط لازم يلاقي الحاجات دي كلها متربطه ببعضها. انا دخلت على كتابه صيانه التكييفات، لقيت اعلان طالع بيتكلم عن صيانه التكييفات والمميزات اللي عندهم وسرعه الخدمه قطع الغيار الاصليه وسرعه التنفيذ وهكذا. لما ادخل على الصفحه لازم الاقي الصفحه بتتكلم على صيانه التكييفات، ده جزء. الجزء اللي بعد كده ان الصفحه نفسها التصفح بتاعها هيبقى سهل، وخصوصا على الموبايل. فيعني الناس دول كده ماشي، هنا كده ايه بيتكلموا عن صيانه التكييفات، وهنا كده موجود ده كده زرار الاتصال، وهنا كده زرار الواتساب. هم كده كاتبين هنا ان تواصل عبر الواتساب، بس لو وقفت على هنا تحت هنا كده هنلاقي مكتوب ان ده رقم تليفون وده رقم تليفون، فدي كده غلطه. المفروض ده طالما رقم تليفون يبقى ده رقم تليفون، وده كده الزرار يودي على الواتساب، يبقى لازم يحول على الواتساب. ننزل تحت هنا كده، خلينا نشوف الشكل الموقع ده كده على الموبايل، لان غالبيه الناس اصلا بتدخل من الموبايل. نختار كده اي تليفون عشوائي، خلينا نختار التليفون ده، ماشي. هو كده برضو ايه الموقع شكله مناسب، ديت الايقونه ثابته هنا موجوده طول الوقت. الزرار بتاع الكول تو اكشن، انت العميل ده دخل عندك الصفحه، فانت عايزه يا اما يتصل بيك تليفونيا يا اما يتواصل عبر الواتساب، فموجودين هنا كده ايه في الصفحه قبل ما تعمل سكرول، فدي نقطه كويسه. ننزل تحت هنا كده في كده ايه، يعني ده ملخص او الخطوات او نوع الخدمه، يعني شكلها عامله ازاي، او ايه الخدمه اللي هم بيقدموها، الفحص يعني بيكون شكله عامل ازاي. فالصفحه دي نقدر نقول كده يعني ايه، انها صفحه كويسه مناسبه كصفحه هبوط. يعني بيأكد على الموضوع ده ان مفيش دفع مقدم، يعني الفني هيروح يوصله هناك وبعد كده يعمل تشخيص، مش هياخد منه اي فلوس غير لو في حاجه لها تكلفه. يعني لو هو ده اللي انت بتقدمه وانت كاتبه في الاعلان، لازم يكون موجود في الصفحه ولازم يتنفذ في ارض الواقع. فده كده نموذج لصفحه هبوط مناسبه يعني زي ما قلنا، بس هي المشكله ان ده زرار اتصال، وهنا كاتبين ان ده زرار تواصل عبر الواتساب لكنه زرار اتصال برضه. النقطه اللي بعد كده سهوله التواصل معاك. العميل اللي بيدخل الصفحه عندك ده لازم يكون عنده طريقه سهله ان هو يتواصل معاك، ولازم تراعي الجمهور اللي انت بتستهدفه وهتتعامل معاه ايه طريقه التواصل المناسبه بالنسبه له. يعني على سبيل المثال الناس هنا في مصر وفي السعوديه وفي الوطن العربي بشكل عام يعني بيحبوا التواصل عن طريق الواتساب. هتيجي تقول له مثلا كلمني تليفونيا، او تحط له نموذج تواصل انه يملى الاسم ورقم التليفون ورقم الواتساب، محدش بيتعامل بالطريقه دي غير نادرا جدا يعني. خلاص، هي الناس بتحب الطريقه دي. انت عايز معلومات بشكل معين بس ده مش مناسب للجمهور بتاعك، فكده هتبقى بتضيع وقتك وهتقوم وهتصرف فلوس على الفاضي. لازم طريقه التواصل تكون مناسبه للجمهور اللي انت بتتعامل معاه. الواتساب مثلا عندنا هنا بنتعامل بيه حتى في الشغل بنسبه كبيره جدا يعني. تيجي تروح امريكا لا تلاقي الناس ما بتتعاملش بالواتساب خالص، الناس بتتعامل على ان هو يملى فورم، ما عندوش اي مشكله ان هو يملى فورم او نموذج تواصل. والتواصل اللي هو عن طريق الرسائل بيبقى عن طريق رسائل التليفون نفسه، اللي هي رسائل انت لو انت مشترك على اي خدمه تليفون. يعني عندنا هنا في مصر فودافون والشركات اللي زي كده اللي هي التكست مسج ديت، هناك هم بيتعاملوا بيها، ما بيتعاملوش بالواتساب يعني نسبه قليله قوي. يعني الواتساب عندنا زي الرسائل التكست مسجز كده عندهم. فلازم طريقه التواصل تكون سهله وتكون واضحه، وبكرر تاني لازم تكون مناسبه للجمهور اللي انت بتتعامل معاه. تمام، يبقى احنا دلوقتي مشينا في الخطوات بتاعتنا، ان احنا اخترنا الكلمات البحثيه المناسبه، وعملنا استبعاد لعبارات البحث اللي مش مناسبه للخدمه بتاعتنا. كتبنا اعلان بشكل كويس جدا بحيث ان هو يعبر عن الكلمات او عن الخدمه اللي احنا بنقدمها فعلا، وتشجع العميل اللي بيكتب الكلمه دي ان هو يضغط على الاعلان ويتفاعل مع الاعلان بتاعنا. بعد كده يدخل على الصفحه بتاعه الهبوط، وقلنا الصفحه لازم تكون الصفحه بتاعها سهل. التوقعات اللي عند العميل اللي انا قريته في الاعلان لازم ادخل على صفحه الهبوط الاقي حاجه شبهه او الاقي حاجه بتتكلم عنه. وسيله التواصل لازم تكون سهله ولازم تكون واضحه ولازم تكون مناسبه للعميل، مش مناسبه اللي انت بتدور عليه، مش اللي في دماغك انت. زي ما اكدنا هنا الناس مالهاش في كلام اللي هو الفورم او ملء نموذج التواصل غير في حالات معينه او في انواع انشطه معينه، لكن غالبيه الناس عايزه تتواصل على الواتساب او على مكالمه تليفون. خلصنا كل المراحل دي والعميل تواصل معاك، سواء ان هو بعت لك رساله على الواتساب او اتصل بيك. نيجي بقى لاهم خطوه، سرعه الرد على العميل، وخصوصا في مجال الخدمات.
حاجه يعني مهمه جدا، لان زي ما كنا قلنا قبل كده في فيديو شورتس تقريبا، ان العميل بتاع الخدمات ده مش بيتعامل معاك، او ان هو ما بيجي يدور في محلات البحث يعني عن حد يحل له المشكله بتاعته او يقدم الخدمه اللي عنده. مش بيكلم شركه واحده او بيراسل شركه واحده، لا ده ممكن تلاقيه بيكلم 3 4 شركات في نفس الوقت، واول حد بيرد عليه بشكل سريع وبشكل احترافي وبيوصله المزايا اللي عنده غالبا هو اللي بيتواصل معاه. فالرد على العميل اللي بعت لك رساله واتساب او تواصل معاك على التليفون، ما ينفعش مثلا حد تبقى انت دافع فلوس والمفروض يبقى في موظفين قاعدين يردوا على التليفون وحد يتصل بيك مره واتنين وانت ما تردش، يعني ده مش منطقي خالص. يعني كذلك الرد على رسائل الواتساب، والله لو انت عندك بيجي لك رسائل كتير يعني وانت بتعمل اعلانات بشكل كبير او بحجم كبير، لو قدرت تعمل اوتوميشن يكون في رد آلي بناء على الرسائل اللي العميل بيبعتها، يعني اعمل كده لغايه لما يكون في حد ايجنت انسان يعني يبدا يتواصل معاه ويشوف هو محتاج ايه ويقفل معاه الشغل. بعد الرد السريع على العميل لازم توضح كل المزايا اللي عندك، لازم تقنع العميل ده ليه يتعامل معاك انت وما يتعاملش مع اي شركه تانية من اللي يتواصل معاهم او لسه هيتواصل معاهم. ايه الميزه الكبيره اللي عندك؟ هل عندك مثلا سرعه تنفيذ؟ هل عندك ضمان؟ هل عندك خدمه ما بعد البيع؟ عندك قطع غيار اصليه؟ كل الحاجات دي لازم توضحها للعميل بتاعك في الردود اللي انت بتبعتها له، عشان العميل فعلا يحس ان هو بياخد قيمه كبيره مقابل السعر اللي هو هيدفعه. عشان نلخص الفيديو سريعا، احنا اتكلمنا وقلنا لو انت بتعمل اعلانات او بتصرف على الحملات بتاعت اعلانات جوجل لكن مفيش عملاء كتير، شرحنا ان في حاجه اسمها رحله العميل، وفي شويه خطوات كده العميل بيمر بيها من اول لما بيكون عنده مشكله لغايه لما بينفذ معاك الشغل وبيدفع فلوس. وقلنا دور كل مرحله وتقدر تحدد ازاي العميل وقع في المرحله دي. فقلنا لو الاعلان بيجيب لك نقرات بشكل كويس، لو انت كاتب الاعلان بشكل كويس وبيوصف الخدمه بتاعتك، يبقى كده الاعلان عمل الجزء او المهمه بتاعته. الخطوه الثانيه، لو الناس بتضغط على الاعلان وبعد كده بتدخل الصفحه ومحدش بينفذ معاك بنسبه كبيره او بالنسبه اللي هي المعقوله يعني بالنسبه للنشاط اللي انت بتشتغل فيه، يبقى كده المشكله في صفحه الهبوط بتاعتك. لازم قلنا صفحه الهبوط لازم تكون بتلاقي التوقعات اللي انت كتبتها في الاعلان. وقلنا مثال، لو انت كاتب ان انت عندك قطع غيار اصليه، لازم يدخل يلاقي ان انت كاتب ان انت عندك قطع غيار اصليه في الصفحه. لو هو بيدور على كلمه صيانه ثلاجات او صيانه تكييفات، لازم يدخل يلاقي برضو الصفحه بتتكلم على صيانه التكييفات ووصف الخدمه وازاي ينفذ الخدمه بتاعتك، ما يدخلش يلاقي الصفحه الرئيسيه او الصفحه اللي بتتكلم عن الشركه بشكل عام. وقلنا صفحه الهبوط لازم تكون الصفحه بتاعها سهل، طبعا لازم تكون على الموبايل شغاله بشكل كويس جدا. الزرار بتاع الكول تو اكشن لازم يكون برضو موجود فوق، اللي قلنا اللي هو فوق above the fold كده، يعني من غير ما الناس تعمل سكرول، لان غالبيه الناس اصلا ما بتقلبش في الصفحه يعني. فلازم الزرار يكون واضح ويكون ثابت في الصفحه، لو في ايقونه كده تكون موجوده طول الوقت. تتاكد ان وسيله التواصل سهله وواضحه ومناسبه للجمهور اللي انت بتتعامل معاه. واخر حاجه الرد السريع والتفاعل السريع مع العملاء ووصف الخدمه بشكل جيد عشان توصل العميل ان هو هياخد قيمه كبيره جدا مقابل السعر اللي هو هيدفعه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وحابب افكر الجميع ان لو انت بتشتغل على اعلانات جوجل ومحتاج اي نصيحه او محتاج اي استشاره، تقدر تتواصل معايا مع الروابط اللي انا هسيبها تحت في صندوق الوصف. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم.